ايه تغير مناخي وايه هو قمة المناخ وكتير جدا بيتكلم الفترة الأخيرة عن التغير المناخي. اسكندرية ممكن تغرق، هل الكلام ده حقيقي ولا بجد؟ هي يعني ايه تغير مناخي اصلا؟ يعني ايه climate change؟ يعني ايه تنمية مستدامة؟ يعني ايه اصلا استشاري بيئي؟ الفترة الجاية بدأت تظهر المصطلحات دي. هبدأ أتكلم عنها باختصار. قررت أعمل سلسلة عن التغير المناخي باختصار من A to Z، البيزك بقى بتاع التنمية المستدامة والكلايمت تشينج، وهل اسكندرية ممكن تغرق في يوم من الأيام ولا لأ. احنا الفترة الأخيرة البحار بقت بترتفع، بعض الحيوانات كتيرة جدا بتنقرض، حاجات كتيرة جدا بتحصل في البيئة، انت مش عارف انت في الصيف ولا في الشتاء. فقررت الفترة الجاية ان انا اعمل سلسلة عن التغير المناخي والتنمية المستدامة. هتكلم فيها عن التغير المناخي والتنمية المستدامة. مش بس كده كمان، انا هتكلم عن ازاي تكون استشاري بيئي، هل من اي كلية ولا اكتر كلية ولا المجالات المتخصصة فيها. هتكلم برضو باختصار عن المجالات وسوق العمل والوظائف، وازاي تكون ممثل لدولتك في مؤسسة دولية للمناخ، ازاي تكون سبيكر في التنمية المستدامة، ازاي تشارك في مؤتمر دولي للمناخ. كل الفرص دي للطلبة للخريجين، للي مش متعلمين اصلا. حرفيا اللي مش هيدخل مجال التغير المناخي الفترة الجاية ولا هيعرف يعني إيه تغير مناخي هيضيع جدا الفترة الجاية. فهتكلم عن الاستشارات البيئية، هتكلم عن التغير المناخي باختصار. تابعوني الفترة الجاية وهبدأ أنزل سلسلة بالكامل عن التغير المناخي الكلايمت تشينج والسستينابيليتي، وهل دي حاجة مهمة فعلا ولا. يعني ايه اصلا كوب 30، كوب 29، مؤتمر قمة المناخ يعني ايه اصلا، وازاي بدأ قمة المناخ اصلا. الفترة الجاية هتكلم عنهم باختصار. تابعني الفترة الجاية واستنى حاجات كتيرة جدا يعني عن المناخ.